الاتفاق الجديد اللي وقع بين المغرب والاتحاد الاوروبي في بروكسل ماشي غير اتفاق تقني على الفلاحه بحال اللي كيبان في العنوان، راه كيعني بزاف من الحوايج السياسيه والاقتصاديه اللي كتمشي في الاتجاه ديال الاعتراف العملي بمغربيه الصحراء. هاد التوقيع جا في ظرفيه اللي العلاقات بين الرباط وبروكسل عايشه فيها واحد النوع من الهدوء والتوازن، ولكن في نفس الوقت كيعكس واحد الرساله قويه من الاتحاد الاوروبي اللي ما بقاوش باغيين يبقاو في المناطق الرماديه، ولاو كيتعاملوا مع المغرب بوصفه بلد موحد بسيادته كامله على جميع الطراب ديالو. منين كيقولوا المنتوجات الفلاحيه القادمه من الاقاليم الجنوبيه غادي تستافد من نفس الامتيازات اللي كتعطى المنتوجات باقي مناطق المغرب، راه كيعني ببساطه ان الاتحاد الاوروبي كيتعامل مع الصحراء المغربيه بحال اي جهه مغربيه اخرى، وهذه اقوى رساله سياسيه ممكن تتقال بلا ما يقولها مباشره. هذا النوع ديال الاتفاقات ما كيدارش عشوائي، كيتفاوض عليه بكلمه بكلمه، وكل صيغه عندها معنى قانوني وسياسي. واللي وقع بين احمد رضا الشامي سفير المغربي عند الاتحاد الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه ماشي مجرد تبادل ديال الرسائل، راه تاكيد رسمي على ان الشراكه بين المغرب والاتحاد الاوروبي باقيه وممتده حتى في المناطق الجنوبيه اللي هي في الاصل كانت نقطه حساسه بسبب النزاع المفتعل اللي كتحاول الجزائر والبوليزاريو يطوطوه. ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى، الاتحاد الاوروبي كيعرف ان المغرب ما كيديرش تمييز بين الجهات ديالو، واللي كيجمع الصحراء بباقي المغرب هو نفس القانون ونفس المؤسسات ونفس التنميه. فبالتالي ملي الاتحاد الاوروبي كيعترف بهذا المنطق وكيوقع على اتفاق كيشملهم، راه كيصادق بطريقه غير مباشره على مغربيه الصحراء. في 2018 كانت النسخه الاولى من نفس المنهج، وقتها الاتحاد الاوروبي دار تبادل ديال الرسائل مع المغرب باش يعدل الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، ودار نفس الشيء شمل الاقاليم الجنوبيه، رغم ان البوليزاريو والناس اللي تابعين ليها داروا ضجه ورفعوا دعاوى في محاكم الاتحاد الاوروبي. ولكن في النهايه التنفيذ بقى مستمر، والمغرب والاتحاد الاوروبي بقاو خدامين كأن والو ما كاين. وهذا الشيء اللي وقع دابا في 2025 هو استمرار طبيعي لذاك المسار. يعني بروكسل ولات كتعرف ان ما يمكنش تتعامل مع المغرب بلا الاقاليم الجنوبيه، وما يمكنش تفرض عليه شرط يستثنيها، حيت الرباط كانت واضحه من زمان، اي اتفاق ما يشملش الصحراء ما كاينش. اللي زوين في الاتفاق الجديد هو انه جاب لغه فيها احترام كبير، ما فيهاش عبارات حادره، بالعكس كيتكلموا على العيون الساقيه الحمراء والداخله وادي الذهب كمناطق انتاج معترف بها، وغادي تكون مكتوبه في ملصقات المنتجات اللي غادي تمشي للسوق الاوروبيه. يعني المواطن الاوروبي اللي غادي يشري طماطم ولا شمام ولا منتوج فلاحي مغربي غادي يلقى مكتوب عليه العيون ولا الداخله، وهذا الشيء كيدخل في الاطار الرسمي والقانوني. تخيل معايا المعنى الرمزي الكبير ديال هذه الخطوه، كيفاش غادي تخلق وعي جديد عند المستهلكين الاوروبيين بان الصحراء جزء من المغرب ما فيهاش نقاش، وماشي منطقه فيها نزاع ولا غموض، بل منطقه مغربيه منتجه ومندمجه في النسيج الاقتصادي الوطني. الرساله هنا مزدوجه، من جهه تاكيد اقتصادي ومن جهه اعتراف سياسي غير مباشر. الاتحاد الاوروبي عارف ان المغرب شريك مهم في افريقيا والعالم العربي، والاتحاد الاوروبي ما يقدرش يخسر هذه العلاقه، خصوصا في مجالات الفلاحه، الصيد والهجره والامن. والمغرب من جهته كيعرف كيفاش يلعب اوراقه الذكيه، ما كيتنازلش على مبادئه، ولكن كيعطي ثقه للشركاء ديالو بان الاستقرار اللي عنده في الاقاليم الجنوبيه ماشي صدفه، ولكن نتيجه سياسه تنمويه واستثمار كبير. هذا الاتفاق غادي يعاون بزاف في رفع القيمه المضافه للمنتوجات الفلاحيه الجنوبيه، وغادي يشجع الاستثمار الاوروبي في هذه الجهات اللي ولات كتعيش نهضه كبيره. الدخله اليوم ولات مركز استثماري كبير، والميناء الاطلسي اللي غادي يدار غادي يربط المغرب بافريقيا واوروبا، والعيون ولات قطب صناعي وتجاري. يعني الاتحاد الاوروبي منين كيدخل بهذه الطريقه في هذه المنظومه راه ما كيدعمش غير الفلاحه، كيدعم مشروع تنموي وسياسي متكامل كيأكد مغربيه الصحراء بالواقع والارقام ماشي بالشعارات. من جهه اخرى خصنا نفهموا ان الاتحاد الاوروبي فيه تيارات مختلفه، بعض الدول بحال فرنسا واسبانيا عندهم موقف قريب بزاف من المغرب، وبعض الدول الشماليه كتكون اكثر تحفظ. ولكن في المفوضيه الاوروبيه الموقف الرسمي هو اللي كيعول عليه، والموقف اليوم واضح، الشراكه بين المغرب والاتحاد الاوروبي باقيه وممتده حتى في المناطق الجنوبيه اللي هي في الاصل كانت نقطه حساسه بسبب النزاع المفتعل اللي كتحاول الجزائر والبوليزاريو يطولوه. ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى، الاتحاد الاوروبي كيعرف ان المغرب ما كيديرش تمييز بين الجهات ديالو، واللي كيجمع الصحراء بباقي المغرب هو نفس القانون ونفس المؤسسات ونفس التنميه. فبالتالي ملي الاتحاد الاوروبي كيعترف بهذا المنطق وكيوقع على اتفاق كيشملهم، راه كيصادق بطريقه غير مباشره على مغربيه الصحراء. في 2018 كانت النسخه الاولى من نفس المنهج، وقتها الاتحاد الاوروبي دار تبادل ديال الرسائل مع المغرب باش يعدل الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، ودار نفس الشيء شمل الاقاليم الجنوبيه، رغم ان البوليزاريو والناس اللي تابعين ليها داروا ضجه ورفعوا دعاوى في محاكم الاتحاد الاوروبي. ولكن في النهايه التنفيذ بقى مستمر، والمغرب والاتحاد الاوروبي بقاو خدامين كأن والو ما كاين. وهذا الشيء اللي وقع دابا في 2025 هو استمرار طبيعي لذاك المسار.
يعني بروكسيل ولات كتعرف ان ما يمكنش تتعامل مع المغرب بلا الاقاليم الجنوبيه، وما يمكنش تفرض عليه شرط يستثنيها، حيت الرباط كانت واضحه من زمان. اي اتفاق ما يشملش الصحراء ما كاينش. اللي زوين في الاتفاق الجديد هو انه جاب لغه فيها احترام كبير، ما فيهاش عبارات حذره، بالعكس كيتكلموا على العيون الساقيه الحمراء والداخله وادي الذهب كمناطق انتاج معترف بها، وغادي تكون مكتوبه في ملصقات المنتجات اللي غادا تمشي للسوق الاوروبيه. يعني المواطن الاوروبي اللي غادي يشري طماطم ولا شمام ولا منتوج فلاحي مغربي غادي يلقى مكتوب عليه العيون ولا الداخله، وهذا الشيء كيدخل في الاطار الرسمي والقانوني. تخيل معايا المعنى الرمزي الكبير ديال هذه الخطوه، كيفاش غادي تخلق وعي جديد عند المستهلكين الاوروبيين بان الصحراء جزء من المغرب ما فيهاش نقاش، وماشي منطقه فيها نزاع ولا غموض، بل منطقه مغربيه منتجه ومندمجه في النسيج الاقتصادي الوطني. الرساله هنا مزدوجه، من جهه تاكيد اقتصادي ومن جهه اعتراف سياسي غير مباشر. الاتحاد الاوروبي عارف ان المغرب شريك مهم في افريقيا والعالم العربي، والاتحاد الاوروبي ما يقدرش يخسر هذه العلاقه، خصوصا في مجالات الفلاحه، الصيد والهجره والامن. والمغرب من جهته كيعرف كيفاش يلعب اوراقه الذكيه، ما كيتنازلش على مبادئه، ولكن كيعطي ثقه للشركاء ديالو بان الاستقرار اللي عنده في الاقاليم الجنوبيه ماشي صدفه، ولكن نتيجه سياسه تنمويه واستثمار كبير. هذا الاتفاق غادي يعاون بزاف في رفع القيمه المضافه للمنتوجات الفلاحيه الجنوبيه، وغادي يشجع الاستثمار الاوروبي في هذه الجهات اللي ولات كتعيش نهضه كبيره. الدخله اليوم ولات مركز استثماري كبير، والميناء الاطلسي اللي غادي يدار غادي يربط المغرب بافريقيا واوروبا، والعيون ولات قطب صناعي وتجاري. يعني الاتحاد الاوروبي منين كيدخل بهذه الطريقه في هذه المنظومه راه ما كيدعمش غير الفلاحه، كيدعم مشروع تنموي وسياسي متكامل كيأكد مغربيه الصحراء بالواقع والارقام ماشي بالشعارات. من جهه اخرى خصنا نفهموا ان الاتحاد الاوروبي فيه تيارات مختلفه، بعض الدول بحال فرنسا واسبانيا عندهم موقف قريب بزاف من المغرب، وبعض الدول الشماليه كتكون اكثر تحفظ. ولكن في المفوضيه الاوروبيه الموقف الرسمي هو اللي كيعول عليه، والموقف اليوم واضح. الشراكه بين المغرب والاتحاد الاوروبي باقيه وممتده حتى في المناطق الجنوبيه اللي هي في الاصل كانت نقطه حساسه بسبب النزاع المفتعل اللي كتحاول الجزائر والبوليزاريو يطولوه. ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى، الاتحاد الاوروبي كيعرف ان المغرب ما كيديرش تمييز بين الجهات ديالو، واللي كيجمع الصحراء بباقي المغرب هو نفس القانون ونفس المؤسسات ونفس التنميه. فبالتالي ملي الاتحاد الاوروبي كيعترف بهذا المنطق وكيوقع على اتفاق كيشملهم، راه كيصادق بطريقه غير مباشره على مغربيه الصحراء. في 2018 كانت النسخه الاولى من نفس المنهج، وقتها الاتحاد الاوروبي دار تبادل ديال الرسائل مع المغرب باش يعدل الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، ودار نفس الشيء شمل العقاليم الجنوبيه، رغم ان البوليزاريو والناس اللي تابعين ليها داروا ضجه ورفعوا دعاوى في محاكم الاتحاد الاوروبي. ولكن في النهايه التنفيذ بقى مستمر، والمغرب والاتحاد الاوروبي بقاو خدامين كأن والو ما كاين. وهذا الشيء اللي وقع دابا في 2025 هو استمرار طبيعي لذاك المسار. يعني بروكسيل ولات كتعرف ان ما يمكنش تتعامل مع المغرب بلا الاقاليم الجنوبيه، وما يمكنش تفرض عليه شرط يستثنيها، حيت الرباط كانت واضحه من زمان. اي اتفاق ما يشملش الصحراء ما كاينش. اللي زوين في الاتفاق الجديد هو انه جاب لغه فيها احترام كبير، ما فيهاش عبارات حذره، بالعكس كيتكلموا على العيون الساقيه الحمراء والداخله وادي الذهب كمناطق انتاج معترف بها، وغادي تكون مكتوبه في ملصقات المنتجات اللي غادي تمشي للسوق الاوروبيه. يعني المواطن الاوروبي اللي غادي يشري طماطم ولا شمام ولا منتوج فلاحي مغربي غادي يلقى مكتوب عليه العيون ولا الداخله، وهذا الشيء كيدخل في الاطار الرسمي والقانوني. تخيل معايا المعنى الرمزي الكبير ديال هذه الخطوه، كيفاش غادي تخلق وعي جديد عند المستهلكين الاوروبيين بان الصحراء جزء من المغرب ما فيهاش نقاش، وماشي منطقه فيها نزاع ولا غموض، بل منطقه مغربيه منتجه ومندمجه في النسيج الاقتصادي الوطني. الرساله هنا مزدوجه، من جهه تاكيد اقتصادي ومن جهه اعتراف سياسي غير مباشر. الاتحاد الاوروبي عارف ان المغرب شريك مهم في افريقيا والعالم العربي، والاتحاد الاوروبي ما يقدرش يخسر هذه العلاقه، خصوصا في مجالات الفلاحه، الصيد والهجره والامن. والمغرب من جهته كيعرف كيفاش يلعب اوراقه الذكيه، ما كيتنازلش على مبادئه، ولكن كيعطي ثقه للشركاء ديالو بان الاستقرار اللي عنده في الاقاليم الجنوبيه ماشي صدفه، ولكن نتيجه سياسه تنمويه واستثمار كبير. هذا الاتفاق غادي يعاون بزاف في رفع القيمه المضافه للمنتوجات الفلاحيه الجنوبيه، وغادي يشجع الاستثمار الاوروبي في هذه الجهات اللي ولات كتعيش نهضه كبيره. الدخله اليوم ولات مركز استثماري كبير، والميناء الاطلسي اللي غادي يدار غادي يربط المغرب بافريقيا واوروبا، والعيون ولات قطب صناعي وتجاري. يعني الاتحاد الاوروبي منين كيدخل بهذه الطريقه في هذه المنظومه راه ما كيدعمش غير الفلاحه، كيدعم مشروع تنموي وسياسي متكامل كيأكد مغربيه الصحراء بالواقع والارقام ماشي بالشعارات. من جهه اخرى خصنا نفهموا ان الاتحاد الاوروبي فيه تيارات مختلفه،
بعض الدول بحال فرنسا واسبانيا عندهم موقف قريب بزاف من المغرب، وبعض الدول الشماليه كتكون اكثر تحفظ. ولكن في المفوضيه الاوروبيه الموقف الرسمي هو اللي كيعول عليه، والموقف اليوم واضح. الشراكه بين المغرب والاتحاد الاوروبي باقيه وممتده حتى في المناطق الجنوبيه اللي هي في الاصل كانت نقطه حساسه بسبب النزاع المفتعل اللي كتحاول الجزائر والبوليزاريو يطولوه. ولكن الواقع كيقول حاجه اخرى. الاتحاد الاوروبي كيعرف ان المغرب ما كيديرش تمييز بين الجهات ديالو، واللي كيجمع الصحراء باقي المغرب هو نفس القانون ونفس المؤسسات ونفس التنميه. فبالتالي ملي الاتحاد الاوروبي كيعترف بهذا المنطق وكيوقع على اتفاق كيشملهم، راه كيصادق بطريقه غير مباشره على مغربيه الصحراء. في 2018 كانت النسخه الاولى من نفس المنهج. وقتها الاتحاد الاوروبي دار تبادل ديال الرسائل مع المغرب باش يعدل الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، ودار نفس الشيء شمل الاقاليم الجنوبيه، رغم ان البوليزاريو والناس اللي تابعين ليها داروا ضجه ورغم دعاوى في محاكم الاتحاد الاوروبي. ولكن في النهايه التنفيذ بقى مستمر، والمغرب والاتحاد الاوروبي بقاو خدامين كأن والو ما كاين. وهذا الشيء اللي وقع دابا في 2025